السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. درسنا النهاردة عن الأرقام بالألماني من 0 ل1000. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقول لي رأيك في التعليقات. رقم 0 بالألماني اسمه نول. نول. 1 يعني اينس. اينس. 2 يعني تسواي. 3 دغاي. 4 فير. 5 فünf. 6 sechs. 7 sieben. 8 acht. 9 neun. 10 zehn. 11 elf. 12 zwölf. بقية الأرقام بتبقى متقسمة جزئين، زي مثلا في الإنجليزي لما نقول رقم 19 فبيبقى 19 بحرف 9 وبيضيفوله تين علشان يبقى رقم 19. ففي اللغة الألمانية من رقم 13 لرقم 19 بيضيفوا الرقم الفردي وبيضيفوله اتسين. فلو حبينا نقول 13 يبقى دغاي تسين. 14 فيا تسين. 15 فünf تسين. 16 sich تسين. 17 sieben تسين. 18 acht تسين. 19 neun تسين. ونلاحظ هنا رقم 16 ورقم 17 sich تسين وزيب تسين، ما قلناش زيكس تسين وما قلناش زيبن تسين. ده استثناء للقاعدة، فبتتقال sich تسين وزيب تسين. أما العشرات أو مضاعفات العشرة 20 والتلاتين والأربعين بيتضاف لها إضافة في آخر الجملة تسيح. حرف التست إي جي تسيح. 20 بتبقى تسفانسيح. 30 دغايسيح. 40 فيها تسيح. 50 فünf تسيح. 60 sich تسيح. sich تسيح. 70 siebzig. siebzig. 80 achtzig. 90 neunzig. طب لو هتقول رقم فيه أحاد وعشرات زي مثلا 21، زي ما بتنطقها في العربي بتقول 21. هنا برضو في الألماني بتقول ein und 20. 21 بتضيف und عشان تفصل ما بين الأحاد والعشرات، زي مثلا الرقم 34 يبقى فيا und 30. أو 73 تبقى دغاي und 70. يبقى مثلا رقم 99 يتنطق ايه؟ قول معايا كده، فكر فيها. صح، 9 und 90. 100 100 مضاعفاتها 200 تبقى 200. 300 300. بالنسبة للأرقام المركبة لتركيب الأحاد والعشرات والمئات، يعني مثلا لما نقول 126، 100 المئات والعشرين العشرات والستة الأحاد، فاحنا بنقول بالعربي 126. نفس النظام في الألماني هيقولوا 100 المية الأول 26 26. أو 134 تبقى 134. أما لو هتقول مثلا 101 بتقول 101. ما بنقولش كلمة واو أو كلمة أوند ما بين الرقمين، لأن أوند أو الواو ما بتتقالش غير بين الأحاد والعشرات. يعني بنقول
25. 25. هنا قلنا und و 34. 34. أما لو هنقول 101 تبقى 101 من غير und. لو مثلا 115 تبقى 115. يبقى قاعدة عامة في الأرقام ما بنقولش كلمة und غير بين الآحاد والعشرات. ممكن في العامية في وسط الكلام يضيفوا und ما بين الأرقام، بس دي بتبقى مش رسمية، لكن الرسمي المكتوب بيبقى الأوند ما بين الآحاد والعشرات فقط. الألف 1000. يبقى لو قدامنا الرقم ده 7777 نكتبه ازاي بالألماني؟ يبقى 7000. 700. 77. هنا ما ضفناش كلمة und أو الواو غير ما بين الأحاد والعشرات 77. وزي ما قلنا الأرقام العشرية من 20 ل90 بنقول الرقم ونضيف له مقطع تسي اتست اي جي 70 يعني 70. بكده يبقى عرفنا النهاردة الأرقام من 0 ل1000. هنحل مع بعض التدريبات على الدرس اللي فات، درس نطق الحروف المركبة، وهتلاقي لينك الفيديو فوق، وهتلاقي لينك التدريبات على الدرس تحت في الوصف. أي كلمة مثال على I AE تبقى ضغاي. كلمة زيبن تحتوي على أي مقطع مركب EA. أي كلمة فيها حرفين ساكنين متشابهين تبقى هي فيها حرف ال مرتين. كيف ينطق الحرفين TCHS في كلمة زكس X. كلمة شبيل تبدأ بأي مقطع خاص SP. كيف ينطق الحرف S في كلمة زي زين. مظبوط. لو عندك أي سؤال اكتبه في التعليقات وهرد عليك حالا، وقول لنا تحب الدرس اللي جاي يكون عن ايه. أشوفكم على خير الدرس الجاي إن شاء الله. سلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقول لي رأيك في التعليقات.